عمرك سألت نفسك ليه كل مرة بتصحى من النوم تعبان وما عندكش طاقة؟ طب سألت نفسك انت رغم انك ملتزم في التمرين وفي الأكل مش بتلاقي النتيجة اللي انت عايزها؟ المشكلة مش انك كسلان او محتاج تضغط على نفسك اكتر، المشكلة دايما ان اغلب الناس بتحاول تحسن شكلها وجسمها بنفس الطريقة، شوية معلومات من على السوشيال ميديا، شوية نصايح من اي حد ماشي في الشارع وهي بترزق، وبعدها يستغربوا طب انا ليه مش حاسس بنتيجة؟ وفي خطط مش معمولة ليك انت اصلا. يعني فايل واحد ومبعوت للكل، وبدل ما جسمك يساعدك تنجز اكتر بيبقى عبء عليك. انا معايا كلاينت اسمه طارق، كان شغال مدير مبيعات، حياته كلها شغل واجتماعات وسفر، كان فاكر انه محتاج وقت اكتر وتمارين اكتر، لكن بعد ما بدأ معايا في السيستم اللي بقولك عليه ده الدنيا اختلفت تماما، بدأ ينام احسن، طاقته رجعت، التزامه بقى اسهل. وده بالظبط اللي بنعمله مع اي كلاينت، بيكون ليك اكونت خاص بيك على الموقع فيه التمارين والتغذية وبدايل الاكل، واي سؤال ممكن يجي في دماغك هتلاقيه برضه. التمارين بيكون فيها صورة التمرين، فيديو التمرين، لينك التمرين، شرح التمرين، والتغذية بيكون فيها الكالوريز والماكروز والصور وطريقة تحضير الوجبة. طيب واحد يقول لي طب ما ده كله عادي بيبقى موجود في الملفات اللي بتتبعت لنا. عزيزي انت متسرع، عشان ده كله بيتعدل بناء على ظروفك في الوقت الحالي. يعني لو انت بكره قلت لي انا عندي اجتماع ومسافر وهفضل قاعد اسبوعين في السفر ومفيش طريقه اتمرن بيها غير في البيت عشان مفيش جيم قريب جنبي، السيستم يدبل البرنامج بتاعك، برنامج الجيم يفضل زي ما هو والنسخه التانيه تكون في البيت. يعني اي لخبطه في حياتك احنا بنعرف نتاقلم عليها، عشان كده هو مش مجرد ملف بيتبعت، واستحالة تلاقي فيه حاجة مشابهة لحد تاني. يعني الداتا بتاعتك والبيانات والبرنامج بتاعك هم خاصين بيك انت بس، ولو فتحت اكونت تاني هتلاقي برضه داتا مختلفة عن الداتا بتاعتك. فانا الهدف عندي مش انك تخس كام كيلو وخلاص، ده سيستم كامل بيشدك وبيسحبك لفوق. وطبعا بعد اشتراكك على طول بيتفتح لك مكتبة التمارين ووصفات لا حصر لها. وبما ان المتابعة حقيقية فانا بشتغل مع عدد محدود من العملاء في الشهر عشان اقدر ادي كل شخص حقه بالكامل، فبلاش تلف في نفس الدايرة وتكمل سكرول الفيديو عادي جدا، وادخل دلوقتي اشترك معايا وابدأ معايا رحلتك وجرب تخليني اسحبك لفوق.